في يوم من الأيام مر أوبتيموس برايم بأصعب أزمة في تاريخه، واللي كانت بتتمثل في حرب مدمرة خسر فيها الأوتوبوتس كل شيء تقريبا. فالأرض كانت بتنهار وميجاترون كان أقرب من أي وقت تاني للانتصار. وفي اللحظة اللي كان لازم يقف فيها القائد حتى لو اتمن حياته كلها، دخل أوبتيموس المعركة الأخيرة وبدأ إن هو يتلقى ضربات قوية جدا وهو بيحاول إن هو يحمي أصحابه. ومات في فيلم ترانسفورمرز سنة 1986 في مشهد صادم هز جيل كامل. وموته ما كانش ضعف، بل هو كان بمثابة رسالة إن الزعيم الحقيقي لازم يضحي بنفسه علشان غيره العيش. ورغم إن المشهد ده أعلن نهايته فعلا، إلا إن زي ما احنا كلنا عارفين في عالم ترانسفورمرز كان دايما بيكسر فكرة الموت، لأن أوبتيموس رجع في نسخ تانية بطرق مختلفة، وفي الأفلام الحديثة زي رايز اوف ذا بيست ما ماتش أساسا. وده بيثبت إن أوبتيموس برايم ممكن يموت جسديا، لكن فكرته وقيمته عمرها ما تموت أبدا.